ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأسعد حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصوا الروتين ده هتحبوه، يعني هتحبوه عشان انا اصلا حبيته وانا بمنتجه. اللهم صل على سيدنا محمد. ما تنسوش تحطوا اللايك وتكتبوا كومنت حلو وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتفعلوا الجرس. نبهتكم على اللايك من اول الفيديو. بصوا بقى، يعني الروتين ده ما كانش في الحسبان خالص. ما كناش عاملين حسابه خالص خالص. اللي هو اصلا قاعده قدام البيت، طبعا ارياف وكده، فلقينا عربيه معديه اللي هو كرنب، بيبيع كرنب. واحنا يعني انا وحماتي ما بنروحش سوق، فاهمين؟ اللي هو بنجيب طلباتنا مثلا من اي محل خضروات وكده. لكن سوق ما بنطلعش سوق خالص، لا انا ولا حماتي. فالحاجات دي بقى يعني بتبقى لقط كده بالله. عربية ماشية بنجيب اللي احنا عايزينه، محل خضروات بنجيب اللي احنا عايزينه كده يعني. فمن الصعب ان احنا بنلاقيه يعني. المهم بقى، رحت انا ايه، كانت حماتي مش موجودة، رحت جايبه انا كرنبتين ومسكتهم سلقتهم و... وقطعناهم. وبعد كده بقى قلنا ايه، نعمل المحشي. اللي هو اصلا قلت انا هعمل عربيات التسبيكة عشان اصبح فايقة. فالتسبيكة جابت شرا خضرة، جابت آه، لف. فالدنيا يعني ايه بتجيب بعضيها كده. بصوا بقى، انا قطعت يعني بصل على حسب ما انتوا عايزين. انا قطعت بصل ياما، احنا بنحب البصل كتير في المحشي، يعني احنا بنحب البصل كتير مع فص ثوم في الكبة. وبعد كده مش بصفره ولا اي حاجة، بدبله بس كده في طبعا المادة الدهنية اللي هتحطيها، اذا كان زيت زبدة، عايزة تحطي اي مادة دهنية يعني، آه، دهن لحمة، دهن بط، الحاجات اللي بنبقى نشيلها من على الشوربة دي. هوريكم الكلام ده كمان شوية، اقول لكم قصدي ايه. انا هنا حطيت يعني كان عندي دهن فراخ، شايلاه من قلب فرخة كانت سمينة جدا، ورحت حطاه في التسبيكة. بصوا عايزة اقول لكم، ودت التسبيكة في حتة تانية خالص. وبعد كده حطيت الطماطم والبهارات بتاعتي، السبع بهارات، ورق لوري وكمون وكزبرة وشطة وفلفل اسود وملح، بس كده هو ده اللي انا حطيته. المهم بقى، انتوا شايفين اصلا انا بعمل الرز بالعباية السوداء. اللي هو طب انا عملت التسبيكة، طب والله اللي طالعة على الطريق جايبة خضرة ولفينه. المهم رحت واخدة البنات وطالعين برا، شاريين الخضرة، شاريين فاكهة وحاجات، وجبنا اللي احنا عايزينه من الصيدلية. ورحت جاية بقى غاسلة الرز ومصفياه. وقلت لها يلا احنا هنلف المحشي عشان نصبح فايقين. ما نبقاش بقى مستعجلين، يلا عشان خاطر الولاد يجوا من المدرسة. عايزين نلحق نلف ونعلق وكده، فايه احنا كده كده قاعدين سهرانين يعني. فرحت اشتريت الخضرة من على الطريق بالليل الساعة 8 و... وجيت بقى قلبت التسبيكة ديت كويس، وقعدنا حشينا من على بيت. احنا يعني معظم الأوقات بنعمل كده، بتبيتي المحشي بقى في التلاجة. والموضوع ده هيفيدك جدا جدا لو في عزومة او حد جايلك، او مثلا هتصبحي وراكي مشغوليات كتير. فطالما انتي قاعدة فاضية لفيهم من بالليل، والصبح هتلاقي الدنيا تمام وهتعلقي على طول. هتحطي ان كان بقى لحمة، بط، فراخ. طبعا المحشي معروف ان هو احسن حاجة. البط بيبقى سمين وشوربته سمينة، فبتبقى حلوة جدا. فاحنا اخترنا ان احنا نعمل بط، بما ان ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني الفراخ موجودة عندنا، البط موجود عندنا، تربية حماتي طبعا، حماتي ربنا يديلها الصحة بتربي في البيت. وطبعا اي حد في الارياف بيربي. المهم بقى، رحنا بادئين كده. هتستغربوا ليه احنا عاملين الورق الاخضر ده. بصوا الكرومبة كانت جاية سكر. الراجل اللي كان بيلف بيها تقريبا هو اصلا الغيط بتاعه وقاطعهم ولسه مقطوعة. و... والصف الاولاني ده بنعمله الورق الاخضر، وبعد كده بنعمل الابيض. يعني عايزه اقول لكم، والله والله احنا اصلا ما بنلفش الورق الاخضر، بس الورق اصلا ناعم جدا وطري جدا جدا، ويعني اول مره نلف ورق اخضر و... وقلت لها احنا هنعمله.
فالمهم بقى عايزه اقولكوا انا عيالي قاعدين ياكلوه والله العظيم واحنا بنتغدى، قاعدين بياكلوه ويقولوا هو ده ورق عنب. هما طبعا مش فاهمين حاجه لان ده اولى ابتدائي ولا كيجي، فاللي هو ايوه، فاصلا اكلوه نقوه كده من وسط الورق الابيض. فيلا حبايبي بالهنا والشفا. الهنا والشفا طالما انتوا ورق عنب ورق عنب يلا. المهم بقى عملنا الصف الاولاني ده ورق اخضر، وبعد كده حطيت في النص 3 4 قرون فلفل. بحب قوي احط في محشي الكرنب فلفل اخضر، بيخلي ريحة الحلة اصلا كده من بعيد ريحتها تحفة، والمحشي ريحته مالية البيت. فبحب قوي ان انا احط في المحشي قرنين 3 فلفل احشيهم في نص الحلة. إيه لو متوفر دايما بعمل الحركة دي. ولو في قرن فلفل برضو حامي تحطوه في النص كده، اصلا الفلفل باين اهو. ف بيبقى حلو قوي واحنا بنعمل الصوابع صغيرة كده وجميلة. ف المحشي اصلا كان ريحته قلب الدنيا وهو بيستوي، وطعمه تحفة تحفة تحفة. فجميل جدا والله. بص بقى انا بحط الورق ده على الوش كده عشان خاطر الرز الورق ما يتفكش، اللي هو الصف الاولاني ما يتفكش ويطلع رز، وكمان يغلي الحلة كلها تغلي ما يبقاش من النص طري. فالورق ده اللي هو يعني اول ما الكرنب بتشرب وتلاقي الحلة علت معاكي، بتروحي شايلة الورق ده وعادي بيكمل سوا من غيره عادي خالص، وبرضه تكملي بيه عادي خالص، وبعد كده بتشيليه وبترميه. بيحافظ على الحلة ان الورق ما يتفكش ولا الرز يطلع منه، وفي نفس الوقت بيوزع الحرارة في الحلة كلها ان الحلة كلها تغلي، لان معظم الحلل الكبيرة بتلاقيها بتغلي كده من الحروف والنص ما بتغليش والنص ده دايما تلاقوه اللي هو يعني ممكن يكون عقده قليل شوية عن باقي الحلة. طبعا هتقولي البوتاجاز عامل كده ليه، انا قلتلكوا ايه، انا صبحت علقت عليه. والبوتاجاز انا غسلته بعد الطبيخ، يعني انا كل مره بغسل البوتاجاز قبل ما اطبخ، لا المره دي انا عملته بعد ما طبخت وروقت المطبخ، وهتشوفوا الكلام ده معايا يعني في قلب الفيديو باذن الله. هنا بقى انتي بتعقديله حسب ما بتحبي عايزاه. في ناس بتحبه معجن جدا على فكرة، وفي ناس بتحبه يعني عقده في عقد لسه مش مستوي قوي، وفي ناس بتحبه مظبوط اللي هو زينا احنا بنحبه مظبوط. هنا بقى شايفين السومنية دي كلها كانت على وش الشوربة، لان البط الخضاري ده بيبقى سمين جدا وبيبقى الدهن بتاعه عالي جدا، فاللي هو اصلا عملت الحركة دي معاكم قبل كده وناس كتير قالوا لي فكرة حلوة، فقلت ان انا اصورها معاكم تاني بالفرشة. والدهون اللي انا مطلعاها من على وش الشوربة بدهن بيها البطة كده وبدخلها الفرن. وكمان كنت قلت لكم من اول الفيديو لو عايزين تحطوا مادة دهنية البطة او فراخ هي دي بقى. يعني انا دهنت البطة وحطيتها في الفرن حمرتها التحميرة القمر اللي انتوا شايفينها دي، والباقي اللي في الطبق ده انا هحطه في التلاجة لما اعمل محشي تاني او خضار هسبك بيه. بصوا بيخلي الخضار والمحشي حاجة تانية. هنا بقى خلاص كنت سويت المحشي، وبترفعي بقى ايه الحلة تقلبيها كده ترجيها، وبعد كده تلاقي المحشي فك منك وبقى زي السكر كده، يعني اصلا هو شكله جميل وطعمه جميل. وطبعا انا حطيت في الصينية شوية على قد اكلنا، مش هحط الحلة كلها لان يعني احنا عدد قليل فاهمين. الحلة دي اصلا باتت لتاني يوم، وكمان عملت واحدة اقل منها يعني محشيتش دي بس، عملت واحدة اقل منها طبختها تاني يوم على اللي فاض من الحلة دي، وكان طعمه زي السكر زي العسل والله العظيم. والقرنين الفلفل بقى كل واحد يدوبك واحد. بصوا تحفة يعني. يعني المحشي مستحب في الشتاء بقى، يعني بداية المحشي هتلاقي الأيام الجاية دي كلها محشي لأنه أصلا بيدفي. و والبط بقى مع المحشي عايزة اقول لكم يعني جميل جميل جميل. شايفين البطية الحلوة دي، عملتها بقى على الصينية وطلعت الصينية وكمان حطيت طبقين شوربة، وكانت الاكل يعني والله لو طول ان انا اعزمكم كلكم كنت عزمتكم.
يعني اللي انا بقول لكم، شفتوا الحركه دي؟ بصوا اللقطه دي. طب بصوا انتوا بقى اللقطه دي. ما حبيتش اطول عليك الفيديو ازاي. روقت المطبخ وبعد كده يعني وريته لكم. ده كان بعد الغدا. طب بس كده؟ لا مش بس كده. قلت لازم بقى اديلهم حاجه كده يحلوا، بما ان هو يوم جمعه و... وكلنا يعني اجازه. الولاد اجازة، جوزي اجازة من الشغل، وكله ملموم، ومش يعني مش من السهل ان احنا بنتجمع في اكلة. ده كان قرع عسلي متقطع التقطيعة اللي انتوا شايفينها دي. وكنا حاطين عليهم سكر، يعني مثلا ممكن كل كيلو قرع ربع كيلو سكر مثلا. وبعدين بتقلبيه فيه وتبيتيه. بتصبحي تلاقيه منزل المية اللي انت شفتيها اللي انا وريتها لك دي. وبعد كده بتحطيه بقى ايه، بتحطيه على النار لحد ما يستوي. واحنا بنحبه مستوي شوية، يعني في ناس بتحبه نص سوا. كل واحد زي ما هو عايز. بتقطعيه التقطيعة دي وتحط عليه السكر وتبيتيه. بتصبحي تلاقيه مصفي ميته، وبتحطيه بقى يغلي لحد ما يستوي. وبعد كده بتحطيه في المصفى زي دي عشان خاطر يصفي منه اي مية خالص. طيب احنا حطيناه على جنب يصفى، نعمل البشاميل بتاعه بقى. حطيت حوالي مثلا حتة سمنة كده بلدي، معيرتش. وحطيت برضو دقيق. الدقيق بقى على حسب ما انت عايزة. البشاميل بتاعك كتير بتزودي دقيق، قليل بتقللي دقيق. بس اهم حاجة لكل معلقة دقيق كوباية لبن. كوباية لبن لكل معلقة دقيق. بس البشاميل بتاع القرع بتحطي مثلا نص الكمية لبن، والنص التاني مية قرع. بمعنى ان انا حطيت مثلا 4 معالق دقيق. حطيت حوالي كوبايتين لبن، وبعدين حطيت كوبايتين مية القرع اللي احنا سالقينه فيها. لانها طبعا فيها كل كمية السكر، وفيها كمية فوايد لا تعد. يعني انا كده حطيت اللبن وقلبته، وبعد كده حطيت مية القرع دي. وبعد كده بقى بتدوقيه، اذا كان محتاج سكر تاني بتزوديه سكر. انا طبعا زودت سكر لان احنا بنحبه مسكر. فمية القرع دي طبعا فيها كمية سكر كتيرة، حرام ان هي تترمي. وفيها فوائد كتيرة برضو، فوائد القرع كلها فيها. فانتي بتحطي نص لبن ونص مية قرع. وبعد كده لما القرع معاكي بقى يتصفى زي ما انتي شايفة، فردته في الصينية وقلبت عليه البشاميل المسكر بقى الجميل، طعمه تحفة جدا. وبتحطي في النص زي ما انت عايزة اي مكسرات. يعني انا كان عندي شوية زبيب صغيرين، هما كانوا اخر شوية في الكيس حطيتهم. وبعد كده زودت فول سوداني. السوداني كان تحفة، ما كانش طري خالص، كان مقرمش كده وجميل. و... وبتيجي تاكل القطعة كده تلاقي القرمشة بتاع السوداني معاها تحفة. عايزة تحطي انتي اي مكسرات تانية بتحطيها عادي خالص. طريقته سهلة جدا، اسهل حاجة ممكن تعمليها. وبعد كده بتقلبي فوقه بقى البشاميل. وطبعا بتبقي يعني تحطيه في الفرن بعد البشاميل يعني ما بتغيبهوش قوي برضو. بس لو البشاميل معاكي خفيف شوية بتغيبيه شوية في الفرن عشان البشاميل يتقل. طبعا البشاميل ده كان لسه نار نازل من على البوتاجاز. لو قعدتيه 5 دقايق بيروح متجمد في الحلة، وبيبقى صعب ان هو يتفرد على على القرع. طبعا هنا انا قطعتها وهي سخنة. كنت كنت مقطعاها، بس التقطيعة راحت اصلا ساحت على بعض تاني. فبعيد عليها كده وهي اصلا لسه سخنة، يعني هي لسه دلوقتي سخنة. هي افضل حاجة ليها ان هي تتاكل وهي يعني بعد ما تحطيها في التلاجة ساعتين 3 اقل حاجة خالص. وممكن تبيتها في التلاجة بقى، تشيلي بقى القطعة كده كاملة على بعضها، ما تبقاش سايحة. زي ما انت شايفة كده هي كده سايحة عشان هي سخنة بس مش اكتر. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتكتبوا لي رأيكم في الروتين بتاعي النهاردة. مع السلامة.